ده بقى فلوج تاني يوم لينا في القاهرة، وبجد عايزة اشكركم، شكرا ليكم كلكم، لان من ساعة ما قلت ان انا في القاهرة في الفلوج اللي فات وكل الناس بقت تبعتلي طب احنا عايزين نشوفك، طب تعالي اقعدي عندنا بقى وتنورينا. بجد شكرا ليكم قوي، لان انا اتبسطت قوي من كل رسايلكم والله، وكان نفسي فعلا اشوف كل الناس اللي بتكتب لي كلام حلو ده. فبجد والله شكرا ليكم كلكم، وانا بحبكم اكتر، وكان نفسي اشوفكم كلكم والله. صحيت بقى الصبح كده زي ما شفتوا، غسلت بقى وشي وعملت السكين كير بتاعي. بعد كده بقى حطيت الهدوم اللي كانت عايزه تتغسل كده الصراحه، عشان قلت لكم ان الجو حر جدا، فالهدوم بتعرق بسرعه جدا يا جماعه. فحطيتها بقى كده، شغلت عليها غسله سريعه، وبعد كده بقى ابتديت ان انا اعمل بقى كوبايتين شاي كده ليا انا وعمر. بعد كده بقى فطرنا فول وفلافل وبتنجان، بقى الفطار المصري الاصيل ده اللي انتوا عارفينه. بعد كده الصراحه كان نفسي جدا يا جماعه اجرب غساله الاطباق، وبجد طلعت خطيره، بتطلع الكوبايات يا جماعه بتلمع. فان شاء الله كده ربنا يرزقنا كلنا ونجيبها يا رب، ونترحم من دوشه المواعين. بعد كده بقى بعد شويه حطينا بقى شوكولاته كده وشاي، وقعدنا نتفرج على مسلسل سابع جار طبعا بنكمله. بعد كده بقى لبست وجهزت علشان كنا عايزين ننزل، طبعا مش هنضيع بقى اليومين اللي احنا قاعدينهم كده في البيت. وحطيت بقى من البرفيوم بتاع ابراج ده، وريحته حلوه قوي. عايزاكم بقى تقولوا لي حلاوه وشياكه وجمال الاوتفيت بجد، لان هو كان عاجبني جدا. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان انا بحب اللون الاسود جدا الصراحه. فخلصت بقى تصوير كده، وخلصت بقى ان انا اوريكم شكل الاوتفيت. قعدت ساعه بقى بتصور. بعد كده بقى نزلنا علشان هنتجه فين. ايوه يعني هنتجه بقى على المشير شوب تاني يا جماعه. بجد المكان ده تحفه، ومن ساعه ما نزلت الفلوج اللي فات والناس بتسالني العنوان فين، والله يا جماعه انا معرفش. كل اللي اعرفه ان هو في عباس العقاد، تحت كوبري البطراوي، يا رب اكون بقوله صح. هو هناك يعني هتلاقوا كده المحل، الناس زحمه كتير قوي، وهو اصلا عنوانه سهل جدا وقريب قوي من مدينه نصر، يعني مش بعيد. فانا بصراحه معرفش يعني العنوان هناك، يعني لان انا من اسكندريه مش من القاهره. بعد كده بقى رحنا بوزة وبرد علشان نشرب عصير برد، وبجد يا جماعه العصير ده طعمه تحفه، ونفسي يعملوا منه في اسكندريه، لان هو بجد طعمه حلو قوي كده، طعمه موز على ليمون، فبجد طعمه خطير. يا رب يعملوه في اسكندريه. المهم بقى شربنا العصير واتجهنا كده على مكان بقى علشان نروح نتغدى. واتبسطت قوي بقى بشكل جردل الفرايد تشيكن ده اللي محطوط على اول باب المطعم. بجد كان شكله حلو قوي، اللي هو الواحد يتمنى فعلا ان هو يكون حقيقي كده. بس احنا رحنا بقى ابن فلسطين، شاورما ابن فلسطين كده، علشان عندهم شاورما لحمه ضاني. هي الشاورما بصراحه طعمها حلو جدا، بس تقيله يا جماعه قوي. يعني انتوا اصلا هتاكلوا السندوتش، انا ما قدرتش اكمله خالص بجد من كتر ما هو دسم دسم كده، بس هو طعمه حلو الصراحه. والعيش بتاعهم بصراحه طعمه برضو خطير. واكلنا بقى سلطه كده بالذره والمايونيز تقريبا، وطبعا سلطه البصل بالسماق. بس انا اكتر طبق طبعا بحبه على السفره دي كلها هو طبق المخلل، قعدت اكله كله حرفيا. بعد كده بقى مشينا وكنا عايزين نشرب شاي، فلقينا بنوته كده عسوله، ربنا يا رب يرزقها ويكرمها ويوسع عليها، فاتحه كده عربيه بتبيع بقى شاي وقهوه ونسكافيه وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها. بجد كوبايه شاي يعني ظبطت المزاج ظبطه مش طبيعيه، طعمها حلو قوي ومظبوطه كده، والسكر مظبوط بجد، خطيره تسلم ايديها. وبجد يا جماعه لما تلاقوا الناس دي فعلا اشتروا منهم، لان الناس دي بجد تستاهل ان احنا نشجعها، لان هي بتبقى واقفه في الحر وفي الشمس، وبيبقوا متبهدلين جدا الصراحه. فربنا يا رب يكرمهم كلهم ويوسع عليهم. المهم بقى اتحركنا كده علشان نروح بقى على فين. رحنا مدينتي. بصوا هي الشكل الصراحه حلو جدا، شكل البوابات طبعا تحفه زي ما انتم شايفين كده. شكل البوابات بجد شكله خطير كده، مش موجود في اي مكان تاني، فشكله حلو قوي ولذيذ وجميله، والمكان جميل وتحفه وكل الكلام ده. بس انا بجد يا جماعه هناك حسيت ان انا مش في القاهره، يعني حسيت اللي هو فين بقى وسط البلد، وفين الشوارع بتاعت مصر والناس الجميله كده، اللي هو حسيت ان مفيش روح الصراحه. كل حاجه مهندمه ومرتبه، والمول اللي جوه شكله تحفه، وكل حاجه شكلها بيرفكت بجد. بس انا والله العظيم كنت حاسه ان انا جوه لا متضايقه كده، مش حاسه ان انا في القاهره الصراحه. حاسه ان انا لا عايزه ارجع بقى لشوارع وسط البلد ومدينه نصر والجيزه والهرم والحاجات الحلوه دي، اللي هي بتحسسكم فعلا باجواء مصر. فبجد لا يعني ما اتبسطتش زي ما انا اتبسطت بره الصراحه. يعني بره بالنسبه لي كان احلى بكتير. شفت بقى كمان حد كده بيعمل العين بتاعتكم بيعملها على السلاسل، فكانت بالنسبه لي شكلها حلو قوي
الصراحة. بعد كده بقى شربنا قهوة من أبو عوف، وزي ما قُلت لكم إحنا قعدنا اتمشينا جوّه الصراحة شوية، بس أنا لأ، يعني حبيت الصراحة برّه أكتر، حبيت وسط البلد أكتر، حبيت جو القاهرة عامةً برّه، والناس اللي هي بتشوفوها دي والأسواق وعباس العقاد والحاجات دي كلّها، حبيتها أكتر بكتير كده من مدينتي. حسيت جوّه مدينتي إن أنا متقيّدة كده، فاهمين؟ يعني أظن يا رب تكونوا فاهمين قصدي يعني. فروّحنا بقى البيت الحمد لله، شغّلت برضه الغسالة كده على الغسيل بقى، يعني بقيت كل ما ننزل مثلًا أي طقم بنرجع بيه باغسله على طول، علشان لمّا أرجع إسكندرية ما يكونش ورايا جَبَل غسيل، كفاية جَبَل الغسيل اللي ورايا اللي مستنيني في البيت. بعد كده بقى طلبنا طبعًا أكل تاني من المحل اللي أنا بجد أدمنته، هو بسملة، بجد الأكل بتاعه تحفة يا جماعة، تلاقوه في مدينة نصر. وبس كده يكون فلوج النهارده خلص، أشوفكم بكرة على خير وباي باي.